السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتطرق إلى طرق علاج العين، وقبل ذلك سنذكر بعض الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية على تأثير العين. قال الله تعالى في سورة يوسف الآية 67 والآية 68: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هاتين الآيتين: يقول الله تعالى إخبارا عن يعقوب عليه السلام إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر أن لا يدخلوا كلهم من باب واحد وليدخلوا من أبواب متفرقة، فإنه كما قال ابن عباس ومحمد بن كعب ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد إنه خشي عليهم العين، وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء، فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم، فإن العين حق تستنزل الفارس عن فرسه. وقول الله تعالى وما أغني عنكم من الله من شيء، أي إن هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءه، فإن الله إذا أراد شيئا لا يخالف ولا يمانع. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، قالوا هي دفع إصابة العين لهم. قال تعالى في سورة القلم الآية 51: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما ليزلقونك بأبصارهم، أي لا ينفذونك بعيونهم بأبصارهم، بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك وحمايته إليك. وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل، كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة وكثيرة. الأدلة من السنة النبوية على تأثير العين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. رواه البخاري ومسلم في السلام باب الطب. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعيذوا بالله من العين فإن العين حق. رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا، أي وإذا طلب من أحدكم أن يغتسل لأخيه المسلم لأنه أصابه بالعين فليلبي طلبه وليغتسل له. رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع. وعن أسماء بنت عمس رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ فقال: نعم، فلو كان شيء سابق القضاء لسبقته العين. رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح، وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع. طرق علاج العين. هناك عدة طرق لعلاج العين، أذكر منها الطريقة الأولى وهي اغتسال العائن، أي اغتسال الشخص الذي أصابك بالعين. فإذا عرف العائن يؤمر بالاغتسال، ثم يؤخذ الماء الذي اغتسل فيه ويصب على المحسود من خلفه فيبرأ بإذن الله تعالى. فعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرار
بالخرار، وهو نهر وادي من أودية المدينة. فنزع جبة كانت عليه كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر إليه، وكان سهل شديد البياض حسن الجلد. فقال عامر: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ عذراء. فوعك أي أصيب بمغص شديد. سهل مكانه واشتد وعكه، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوعكه، فقيل له: ما يرفع رأسه؟ أي الوعكة كانت جد قوية لدرجة أنه لا يقدر على رفع رأسه. فقال: هل تتهمون له أحدا؟ قالوا: عامر بن ربيعة. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه فقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه من ورائه، فبرأ سهل من ساعته. سبحان الله. واختلف في داخلة الإزار، فقيل المراد موضعه من الجسد، وقيل المراد مذاكيره، وقيل المراد وركه، إذ هو معقد الإزار. صفة الاغتسال أو طريقة الاغتسال. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: الغسل الذي أدركنا علماءنا يصفونه أن يؤتى للرجل العائن بقدح، فيدخل كفه فيه فيمضمض، ثم يمجه في القدح، ثم يغسل وجهه في القدح، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على كفه اليمنى في القدح، ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على كفه اليسرى صبة واحدة، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفقه الأيمن، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الأيسر، ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على قدمه اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على قدمه الأيسر، ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على ركبته اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى ويصب بها على ركبته اليسرى، كل ذلك في قدح، ثم يدخل داخلة إزاره في القدح، ولا يوضع القدح في الأرض، فيصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه صبة واحدة. ضروري أن يصب عليه من الخلف صبة واحدة. الطريقة الثانية: تضع يدك على رأس المصاب وتقول: بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. الطريقة الثالثة تضع يدك على رأس المصاب وتقول: بسم الله يبريك من كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. الطريقة الرابعة: تضع يدك على رأس المصاب وتقول: اللهم رب الناس أذهب البأس واشف الناس. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. والطريقة الخامسة والأخيرة: تضع يدك على مكان الألم وترقيه بصور الإخلاص والفلق وصورة الناس. أسأل الله لي ولكم العافية، وأسأل الله أن تكون هذه الطريقة فيها خير وشفاء لكل من هو مصاب بالعين، وهي طريقة وإن شاء الله بإذن الله فعالة جدا لكل شخص كان كبيرا أو صغيرا، والله المستعان. نجد أن هناك الكثير من الناس تصاب بالعين، منهم أطفال صغار رضع، قد ترى إحداهن طفلا يرضع بشراهة وهناك حليب وافر، فلا تقولوا تبارك الله أو ما شاء الله فيكف ذلك الولد عن ثدي أمه ويعرض عنها.
وهناك من هو ذكي في دراسته مجاهد في عمله فيصاب بالعين فيكف عن العمل، والله المستعان. هناك أمثلة ونماذج جد متعددة، فخير ما تقولونه تبارك الله وما شاء الله، أكثروا من ذكر الله، وإن رأيتم شيئا أعجبكم قولوا ما شاء الله وتبارك الرحمن اللهم بارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.